مشكلة كبيرة ومشكلة حقيقي وحشة وقلة الأدب. لما تيجي تحصل خلافات ما بين الزوج والزوجة ساعات بتبقى حامل، هي خلاص ولدت طفل لا حول له ولا قوة، وطفل أصلا ما اختارش لا أبوه ولا أمه. باباه ممتنع عن إنه يسجله. طبعا أهل الزوج أسوأ منه، ومحدش فيهم راضي يروح مع الزوجة عشان تسجل الطفل، بغض النظر إنها وحشة وإن أنت اخترت غلط والكلام ده كله، بس إيه ذنب الطفل؟ إيه ذنب الطفل؟ طيب نعمل إيه في الحالة دي؟ حضرتك هتاخدي إخطار من المستشفى اللي أنت ولدتي منها، تروحي تعملي محضر إثبات حالة، معاكي 2 شهود تثبتي إنك ولدتي في المستشفى الفلانية، ومعاكي طبعا قسيمة الجواز، وتقولي إن الشخص ده اللي هو زوجك رافض إن هو يسجل الطفل. هتاخدي المحضر تاني يوم على طول، بنطلع منه صورة رسمية من المحضر وبتطلعي بيه على السجل المدني وبتسجلي ابنك.